اخواتي انا مش بتاعه برجر، بس وقعت قدامي صفقة برجر وهنبيع الساندوتش بجنيه. يوم الاثنين كينج برجر هيبيع الساندوتش بجنيه، وده مش كلام اعلانات، ده اخيرا الجنيه اللي ملوش اي قيمه دلوقتي بقى ليه قيمه في كينج برجر اللي في شارع فيصل. اعملوا بس شير لاصحابكم وانا هشرح لكم ازاي الساندوتش هيبقى بجنيه. مبدئيا كده ده مطعم برجر في فيصل بيعملوا سندوتشات برجر وفرايد تشيكن، سندوتشات كبيره كده وعملاقه وبينزل معاها بطاطس. جربت اول حاجه ساندوتش البيك تيستي، بيبقى برجر وعليه صوص البيك تيستي الخطير بتاعهم مع البيف بيكن والبصل والخس والجبنه، وطعم البرجر اصلا عندهم خطير علشان بيعملوه على الفحم. وتاني نوع جربته هو الجوسي برجر، وهو اسم على مسمى لان البرجر بيبقى جوسي كده ومعمول مخصوص للناس اللي بتحب الصوصات. بيتحط عليه كاتشب وصوص جبنه وموتزاريلا ستيكس، ودي بقى الموتزاريلا ستيكس بتاعتهم سخنه بارده هتمط معاكوا نفس المطه. وفي العادي اصلا الموتزاريلا ما بيبقاش ليها طعم، بس دي طعمها كان حلو قوي، ولما سالتهم قالوا لي ان الموتزاريلا بتاعتهم نوعها كويس. واخر حاجه جربتها كينج برجر، وده بقى بيحطوا عليه كل حاجه، كاتشب وباربيكيو وبيك تيستي. وهما مش بيعملوا بيف بس، لا كمان بيعملوا سندوتشات فرايد تشيكن. وتخيلوا ان الساندوتش السنجل هناك بيحطوا عليه قطعتين فرايد تشيكن، يعني الدبل هيحطوا 4. واصلا اسعارهم حلوه قوي من غير اي عروض. وبالنسبه للعرض فهم قرروا يوم الاثنين يعملوا ساندوتش البرجر بجنيه، فالحقوا بقى اعملوا شير لاصحابكم وقولوا لهم يلا بينا نروح نشتري الساندوتش بجنيه.